ايه رأي حضرتك في شغلها؟ رائع. ممتازة. فنانة ما شاء الله، علم وشطارة ومحترمة جدا. بس حطتني في تشالنج كده، عاوزين نشتغل عليه سوا. تشالنج ايه؟ قالت لي عايز اسجل في الاكاديمي اتعلم حاجة جديدة، لان طبعا زي ما حضرتك عارفة كل الدكاترة التوب انجكتورز اللي في المستوى ده بقالهم فترة كبيرة محدش ضاف لهم جديد. جميل قوي انها واثقة في اكسبرتس اكاديمي، بس يا ترى حضرتك هترشح لها ايه كورس؟ لا ولا كورس طبعا، هي دكتورة في المستوى ده محتاجة كورسات. فعلا عند حضرتك حق، دلوقتي في كورسات واكاديميز كتير جدا بتقدم كلام متعاد ما فيهوش اي جديد، شهادات وهمية، كمان الترينرز بيبقى مستواهم اقل بكتير من الليفل ده. ده حقيقي جدا دكتور نهل، عشان كده انا عايز اتناقش مع حضرتك في فكرة كده هنعملها للدكاترة دول التوب انجكتورز اللي هم مش قليلين خالص. بس اكيد مش هنجيب مطربين. لا لا مش هنجيب مطربين اكيد. قولي. هقول لحضرتك، بس زي ما احنا متفقين ان الرؤية اللي هنقدمها لو موجودة في مكان تاني او منتشرة بشكل كبير يبقى مفيش القيمة اللي احنا بنتكلم عليها، فاللي هنعمله لازم يكون مختلف. والحاجة التانية اني معرفش اوعد حد بحاجة الا وانا شايفها، لان حريص على السمعة اللي احنا بنيناها في العالم كله، فلو وعدتها وقلت لها هتلاقي